في وقت ما من حياتك لازم هتوصل لخلاصة معينة كده وتفهمها انك عمرك ما هتكون محبوب من كل الناس مهما عملت. مهما انت كنت انسان طيب كويس على خلق محب عطاء، مش هتفرق. في ناس هتكرهك بدون أدنى سبب، أو بالعكس يكرهوك لهذه الأسباب، كونك أنت إنسان كويس فبتفكرهم بمدى وحشتهم، فهيشوفوا خيرك شر، هيشوفوك أوحش إنسان في الدنيا. ولكن هنا بقى لازم مع الوقت والخبرة والتجربة هتكتشف إنك مش لازم أبدا تصلح صورتك عندهم، وإن صورتك عن نفسك هي الأهم. لازم تتقبل إن في ناس هتكرهك بدون سبب أو لأسباب ملكش ذنب فيها، أو بمعنى أصح الأسباب راجعة لشخصهم، مشاعرهم، وحشتهم، العيوب اللي بيشوفوها جواهم بيسقطوها عليك. عشان كده ما تحاولش تغير رأي حد فيك. لو قالوا لك أنت وحش وأنت عارف نفسك مش كده، قول لهم أنا وحش وابني 60 في 70، بس سيبوني في حالي، لأن رضاك عن نفسك هو أهم رضا في الدنيا دي.